برنالجي ان يلتقي مع بطلة محمد كرم الله، المخرج ومخرج ابداع ومخرج الكليات والمعاهد والمدارس الثانويه، البنت الشقيه الحزينه في المسرحيه. الاستاذ محمد كرم الله مختار لك الدور ده ولا انت حبيتي بعد ما قريتي السكتش؟ هو بصراحة بعد ما قريت السكتش لقيت ان الدور ده لقيت نفسي فيه، يعني لقيته في تنوع كتير، في تحول في الشخصية. بيشبع رغبتي كممثلة، كحد مثلا عنده موهبة وعايز يشبع الموهبة دي. فبصراحة يعني لما جيت وقريت وكده واختاروني، اتبسطت ان انا كنت فعلا موفقة انهم يختاروني في الدور ده. هي ابتدت معاك من امتى يا استاذ محمد؟ انا اعرف ايه تحديدا من السنه اللي فاتت. عملت معايا العرض اللي فات اللي هو دليل الجنوب، وكانت عامله فيه دور كويس جدا، وقابلت بلقان حسن في الدور، وكانت احد عناصر نجاح العرض ليل الجنوب. وده العرض الثاني ليها معايا اللي هو عرس النار، قايمه فيه طبعا بالدور المناضله، او اللي هي عندها ولادها الاثنين جوزها وابنها ماتوا، فهي بتاخد بطارهم من اللي قتلوهم. فطول العرض هي نوع من انواع القامه اللي هي بتحافظ على القيم وتحافظ على الحاجات الكويسه في حياتنا. فهي كويسه يعني الحمد لله رب العالمين. هي برضو قابلت بلاء حسن في الدور السنه دي. لسه طبعا العرض ان شاء الله باذن الله هيكون يوم 29/3 ان شاء الله. أأمل إن هي تكون عند حسن ظني كمان وكمان، وتكون أكتر من كده. تقولي إيه للكلمة بتاعت الأستاذ محمد دي؟ أنا بشكر الأستاذ محمد كرم، ومهما قلت يعني هو بيتعب معانا كتير، وكل الناس هنا بتتعب وكلنا بنحب بعض. يعني بتمنى ان انا فعلا اكون عند حسن ظن هو استاذ عادل، وان انا ما اخذلهمش ابدا في العرض ده. وشكرا على كلامه بصراحه. بابا وماما ما وقفوش في سكتك؟ ابدا لا، اصل احنا بنقدم فن محترم، سواء النص ده او النص اللي فات. طالما احنا هو ده التمثيل، احنا بنناقش قضايا يعني لازم نكون مؤمنين بيها. لو اهلي اساسا من البدايه مش واثقين فيا ومش واثقين في ان انا رايحه فعلا اعمل حاجه كويسه، ما كنتش زماني هبقى موجوده يعني. بتلاقي مشاكل مع الاستاذ محمد؟ لا، انا اعرف ان المخرجين دايما بيزعقوا وبيتكلموا، بينقلوا الصوره بطريقه. بصراحه استاذ عادل واستاذ محمد من اكتر الناس المحترمه اللي اتعاملنا معاهم. ويمكن هو احنا يعني اكتشفنا او عرفنا ان هو قد ايه قلبه كبير، حتى لو احنا غلطنا ساعات او كده. احنا طلبه يعني في الاول وفي الاخر. بالمناسبه انت طالبه في تجاره برضو؟ استاذ محمد مش شايف ان التجاره غير الإعلام غير التمثيل، إنك تخطف بنت من وسط 1000 بنت تلاقي فيها الموهبة دي، مع العلم إنها تجارة؟ هو احنا هنفرق دلوقتي خالص يعني موضوع الفن ده تحديدا هو ملوش علاقة ان انت في ايه او مش في ايه. احنا دلوقتي بنعمل فن للفن، مش بنعمل اي حاجة، بنعمل فن للفن. فشيء طبيعي ان لما الاقي في عنصر من العناصر النسائيه الجيده اللي موجوده في كليه التجاره، اللي ملهاش علاقه بالاعلام وملهاش علاقه بالتمثيل وملهاش علاقه بالكلام ده كله، ولكن هي حابه ده، ومادام عندي الحب والالتزام موجودين، يبقى هو ده سر النجاح. هي خطفت منك ايه اول ما شفتها كده؟ بلقطه المخرج، بلقطه الابداع، بلقطه الفنان. ايه الحاجه اللي عجبتك في آية عشان كده انت اخترتها؟ اولا آية انا اول مره كنت اشوفها كان قالت لي شعر، ما كانتش بتمثل. اول مره قالت شعر، فالطريقه اللي ادت بيها طريقه تمثيليه مش طريقه القاء شعر. فطبعا ده عجبني قوي فيها، ان هي عندها انطلاقه في الجزء ده كويس جدا، وان هي تأديه بالشكل التمثيلي اللي اديته قدامي. فده خلاني ان انا اركز عليها واقول هي ديت اللي هتبقى البطله معايا، او بطله من ضمن الابطال اللي موجودين. هتصعد آية لفوق يعني بالبلدي كده فوق السحاب؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، هي لو هي عايزه هتكمل. آية، المخرج محمد كرم الله بيقول لك لو انت اللي عايزه، ناويه تكملي ولا ناويه تقفي، او في معوقات قدامك؟ لا. او في حد واقف قصادك؟ لا بالعكس، يعني انا لو مش هكمل من البدايه ما كنتش دخلت.
فبالعكس انا عندي رساله هي اللي تخليني اقدر اكمل، حتى لو احبطت في يوم او ان انا في حاجات زي ما حضرتك بتقول معوقات هتخليني اقعد او ابطل. بالعكس ابدا، رسالتي واللي انا عايزه اوصله كآية كشخصيتي انا بقى تخليني اقاوم واعافر واوصل لحد اخر لحظه، لان لازم. شكرا للاستاذ المخرج محمد كرم الله، وشكرا لآية. وانا سعيد، انا اول مره احضر معاكم العرض صراحه بدعوه من الاستاذ محمد كرم الله لانه صديق. فبجد بجد انا عجبني بدايه العرض، وان شاء الله نتقابل بقى في العرض الاساسي ونشوف بقى آية هتطلع ايه، والمخرج الكبير محمد كرم الله هيطلع ايه مع بقيه الكاست. لينا لقاء تاني مع حضرتك ومع النجم رقم 2 في المسرحيه، ومع آية والاستاذ عادل المخرج الاساسي للعرض. ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر حضرتك جدا استاذنا الكبير، وان حضرتك لبيت الدعوه، وده شيء سعيد، يعني يسعدني جدا جدا. واتمنى ان حضرتك تتواصل معنا اكتر واكتر، لان احنا بنعمل شغل كتير هنا في الجامعات وفي الثقافه وفي اصول الثقافه وفي المدارس. احنا بنشكر المخرج الكبير محمد كرم الله على دعوته، والفنانه الشابه آية، ونتمنى انها تقبلنا بعد كده. لا شكرا.